السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية المفصلة لتوقعات طقس الخليج العربي للأيام القادمة بداية يوم الغد وإلى غاية يوم الأربعاء. مشاهدينا دون إطالة نبدأ بصبيحة يوم الغد. الأجواء ستكون مستقرة على كافة أجزاء الخليج العربي كما تشاهدون في الشاشة من دولة الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، عمان وكذلك المملكة العربية السعودية. مع منتصف نهار يوم الغد يبقى الاستقرار مسيطرا على كافة أجزاء الخليج العربي كما هو ملاحظ. إذا الاستقرار مسيطر على كافة الأرجاء. أمسية يوم الغد تبقى بعض المناطق المعرضة للخلايا الرعدية خاصة على مناطق أقصى جنوب غرب المملكة العربية السعودية كمناطق الباحة، واحتمال أيضا مناطق نجران، واحتمال أيضا مناطق من أبها. إذا كل هذه المناطق تكون معرضة بخلايا رعدية محلية تمس مناطق دون أخرى. يبقى الاستقرار المسيطر على عمان، الإمارات العربية المتحدة، باقي أجزاء المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وأيضا دولة الكويت. بالنسبة لليلة يوم الغد يعود الاستقرار ليسيطر على كافة الأجزاء الخليج العربي مشاهدينا الكرام كما هو ملاحظ. بالنسبة أيضا لصبيحة يوم الثلاثاء يبقى الأجواء مستقرة. إذا وكذلك منتصف نهار يوم الثلاثاء على أقصى المناطق الجنوبية غربية من المملكة العربية السعودية تقريبا من مناطق أبها وأيضا نجران احتمال تكونات رعدية وخلايا رعدية منعزلة. أمسية يوم الثلاثاء نفس الشيء. إذا مناطق من احتمال أبها قد تكون معرضة لخلايا رعدية منعزلة على أقصى جنوب غرب المملكة العربية السعودية. بالنسبة لليلة الثلاثاء أيضا الاستقرار يعود ويسيطر على كافة أجزاء الخليج العربي. إذا مناطق كصحار وعبري ونزوة ومسقط والصور وصلالة وأيضا حلف وقيصد والدوحة والمنامة ودار كليب وكذلك الشيحانية والريان والخول والدخان ورأس لوفان ولوسيل وكذلك المسيعيد والمحاضر الغربية والجزيرة والعين الإمارات ودبي والشارقة والخصب وكذلك رأس الخيمة والفجيرة ودبل الفجيرة، كذلك مناطق الجهراء والفروانية وكذلك صباح الأحمد والأحمدي وعلي صباح السالم والأبراق. كلها الأجواء تبقى مستقرة وأيضا بجل أجزاء المملكة العربية السعودية. صبيحة يوم الأربعاء دائما نفس الشيء، الأجواء تبقى مستقرة مشاهدينا الكرام، وكذلك منتصف نهار الأربعاء على مناطق مرتفعات الباحة والأبها وكذلك نجران احتمال تكونات رعدية مع منتصف النهار. أمسية يوم الأربعاء دائما الاستقرار مسيطر على كافة أجزاء الخليج العربي. تبقى أجزاء الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية كمرتفعات الباحة وأبها وكذلك نجران معرضة لتكونات رعدية محلية جدا. كذلك نفس الشيء بالنسبة لليلة الأربعاء، الأجواء تبقى مستقرة على كافة أجزاء الخليج العربي. ننتقل لنرى الآن وضعية الرياح. إذا هبات الرياح ستكون قوية مشاهدينا الكرام يوم الغد الاثنين خاصة على مناطق شمال غرب المملكة العربية السعودية كمناطق تبوك وكذلك العلا واحتمال أيضا شمال غرب حائل. إذا رياح قوية مشاهدينا، احتمال لتطاير الرمال، يمكن سرعة الرياح أو تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. كذلك مناطق العيساوية وسكاكا احتمال رياح قوية تقارب 50 كيلومتر في الساعة، وأيضا على مناطق عبري بدولة عمان. الرياح تبقى معتدلة على مناطق الكويت والبحرين وكذلك قطر والإمارات العربية المتحدة باقي أجزاء المملكة العربية السعودية. احتمال أيضا لرياح قوية نوعا ما على مناطق سواحل الوجه وكذلك احتمال مناطق البدع ودوبا، كلها معنية قد تكون معنية برياح قوية تقارب 50 كيلومتر في الساعة، وهذا بالمملكة العربية السعودية. بالنسبة ليوم الثلاثاء رياح قوية أيضا على مناطق خاصة غرب حائل تقارب 60 كيلومتر في الساعة مشاهدينا الكرام، ورياح معتدلة على الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة وأيضا دولة عمان وبقي أجزاء المملكة العربية السعودية. إذا خاصة الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية بالمحاذاة من قرب البحر الأحمر رياح تقارب 50 كيلومتر في الساعة خاصة باللون الأحمر مشاهدينا. إذا بالنسبة ليوم الأربعاء إذا دائما مناطق غرب حائل معنية برياح قوية تقارب 50 كيلومتر في الساعة بشكل محلي، واحتمال تمتد إلى غاية مناطق مكة. إذا مكة قد تكون هي الأخرى معنية برياح قوية نوعا ما، واحتمال هذه المرة أن تطال غاية مناطق ليلى بالمملكة العربية السعودية. الكويت هي الأخرى قد تقارب سرعة الرياح بها يوم الأربعاء 50 كيلومتر في الساعة. إذا مناطق الأبراق وكذلك قصر والأحمدي وصباح الأحمد وعلي صباح السالم والفروانية والجهراء ومدينة الكويت كلهم معرضة لرياح قوية نوعا ما تقارب 50 كيلومتر في الساعة. كذلك رياح معتدلة على قطر، البحرين والإمارات العربية المتحدة وأيضا دولة عمان. ننتقل لحالة البحر. إذا البحر سيكون جميل وهادئ على سواحل الكويت والبحرين وكذلك قطر.
الإمارات العربية المتحدة، وأيضا سواحل مسقط، وكذلك سواحل الصور بسلطنة عمان عفوا. وقليل الاضطراب من جهة سواحل حلف وقيصد وأيضا صلالة، وكذلك على سواحل ضبا، وكذلك سواحل الوجه بالمملكة العربية السعودية. البحر هناك سيكون قليل الاضطراب إلى غاية سواحل البدع، وجميل على سواحل جدة والقنفذة وأيضا سواحل جيزان. إذا كلها معنية بسواحل ببحر جميل. وهذا يوم الاثنين. بالنسبة ليوم الثلاثاء مشاهدينا الكرام، البحر سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب، خاصة على السواحل، انطلاقا تقريبا من سواحل جدة وصولا إلى سواحل البدع، وكذلك سواحل ضبا، واحتمال سواحل الوجه، كلها معنية ببحر من قليل الاضطراب إلى مضطرب، يمكن ارتفاع الأمواج إلى غاية المترين، وبحر جميل نحو سواحل القنفذة وكذلك جيزان بالمملكة العربية السعودية. على سواحل الكويت أيضا البحر سيكون جميل، وسواحل البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان. لكن دائما من سواحل تقريبا صلالة وصولا سواحل حلف مرورا بسواحل قيصد، البحر هناك سيكون قليل الاضطراب، يمكن ارتفاع الأمواج إلى غاية المتر الواحد. بالنسبة ليوم الأربعاء، إذن البحر سيكون جميل على سواحل الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة وأيضا دولة عمان. قليل الاضطراب تقريبا من سواحل صلالة وصولا سواحل حلف مرورا بسواحل قيصد، يمكن ارتفاع الأمواج هناك إلى غاية المتر الواحد. وبالنسبة لسواحل المملكة العربية السعودية، البحر سيكون من قليل الاضطراب إلى المضطرب، خاصة تقريبا من سواحل البدع وكذلك سواحل ضبا والوجه وكذلك سواحل جدة، احتمال أيضا السواحل القنفذة، هناك أيضا البحر سيكون قليل الاضطراب. سواحل جيزان تبقى معنية ببحر جميل، يمكن ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر، خاصة بالمناطق المعنية برموز وأيقونات الأمواج إلى غاية المترين. والآن أترككم مشاهدينا الكرام لتوقعات درجات الحرارة للثلاث أيام القادمة، الحرارة الدنيا وكذلك الحرارة القصوى. إذا إلى هنا نأتي لختام النشرة الجوية مشاهدينا الكرام، نتمنى أن تكون قد أعجبتكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة أحوال الطقس في مناطقكم من خلال التعليقات، ومشاركة النشرة الجوية مع أصدقائكم لتعم الفائدة. نلتقي في النشرات الجوية القادمة والتحديثات القادمة بحول الله تعالى.